السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حل كتاب المعاصر على ليكشر الأسبوع ده، وهي ليكشر 4 واللي بتتكلم عن الفيسيبر ثيوري والكوردينيت بوند. هنحل كل الأسئلة الام سي كيو، وهنحل الأسئلة المقالية الايساي المهمة واللي ممكن تكون الفكرة بتاعتها تقف معاك، وهنحل مستويات التفكير العليا. هنحل كلهم حوالي 63 سؤال. 63 سؤال أنا ما أعرفش هم هيقعدوا قد إيه، هي عركة بيني وبينهم وأنت بتتفرج عليها وأنا بتخانق، ولكن افتكر انك وانت بتتفرج على ماتشات البوكس للتسليه، انت في الحقيقه ما بتتعلمش بوكس، ولو قابلت حد في الشارع ودخلت معاه خناقه انت ممكن تتضرب. كذلك وانت بتتفرج على ماتشات الكوره، خلينا بقى نتكلم سيريس نقرب من بعض شويه. وانت بتتفرج على ماتش الكوره مش معناه ان انت تتعلم كوره، انت بتتفرج على ماتش الكوره وماتش البوكس، بتتعلم تكنيكات، بتتعلم النوك اوت بتعمل ازاي، بتتعلم ازاي تتفادى الضربه. بس التدريب الحقيقي لما بتنزل تتمرن بنفسك. فعشان خاطري انا هحل ال 63 سؤال، وانت كمان هتحلهم بعدين. انا هحلهم وانت هتفهمهم كويس، وهتحاول تكتب المعلومات المهمه. كل ده ما يهمنيش، عشان كده بقول لك اخلص من الفيديو بسرعه، ولكن المهم انك تقفل الفيديو تحل ال 63 سؤال كلهم بنفسك، بتكنيكات صح، زي ما انا بعمل، مش بالهبد مش بالحب. اللي انا بعمله انت بتعمل زيه. عشان خاطري لو ال 63 سؤال اللي انت تحلهم بعديها يبقى صعب، مثلا ممكن تعمل ايه؟ اتفرج على 10، اقفل حلهم. كده انت ماشي صح، كده انت ماشي صح صدقني. آه اجهز ويلا بينا. اسئله الازهر هي الاسئله. احنا بنبدا من بيج رقم كام عشان اللي معاه كتاب يفتحوا معايا. بيج رقم 69. اوكي، اللي قبل كده من بدايه ليسون 4، احنا طبعا في ليسون 4. اللي قبل كده دي اسئله الازهر، انت ممكن برضه، انا شايف ان انت تبدا فيها تتسلى فيها قبل ما تخش معايا تحل دلوقتي. اسئله يعني يعتبر يعني معظمها كومبليت وفيل، يعني اسئله مباشره شويه. لكن تعالى بقى نفكر ونمخمخ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. abbreviation AX3E can represent the molecule of A. انا عشان اعرف الاختصار ده بتاع انهي مولكيول، محتاج امسك مولكيول واجربه، واللي بيوافق هذه الصيغه يبقى هي دي الايه، الاجابه. تعال نشوف. اول واحد عندي هو ال H2O. ال H2O يلا نعمل لها اختصار، او انا يعني مذاكر يا دكتور محمود ال H2O وفاكر ان كان الاختصار بتاعها هو AX2E2، فاكيد مش دي الاجابه. طب تعالى في سي اتش 4. طب ما سي اتش 4 يا دكتور محمود احنا خدناها، ولو رجعت للكتاب هلاقي انها اي اكس 4، فبرضه مش دي الصعبه. البي اف 3 برضه احنا خدناها، ولو رجعنا للكتاب هنلاقي انها اي اكس 3. الثلاثه لا يتوافقوا مع الصيغه اللي عندي دي. طيب تعال نصغر بس الخط شويه. ايه ده يعني، كتير قوي ده. كده افضل. تعال نجرب البي اتش 3، يمكن بقى هي اللي تنقذنا ويبقى فيها الرمق شويه. البي او سوري البي اتش 3. عشان اعرف ارسمها محتاج ان انا ابقى عارف الفالنس الكترون عددها كام للبي وليه الاتش، وعشان اعرف اجيبها محتاج ان انا اوزعها. وعشان اوزعها يبقى احنا رجعنا كده لاصل المشكله كلها. انا محتاج عشان اوزع اتوميك نمبر. الاتوميك نمبر بتاع الفوسفورس 15، الهيدروجين 1. دكتور محمود انت شاطر، بس انت عرفتها ازاي؟ حافظهم. انا حافظ من 1 لحد 20. الفوسفورس لما هيتوزع هتلاقي ان هنوزعه مع بعضينا بطريقه النوبل جاز. هتلاقي ان هو نيون 10 3s2 3b5. الاتش طبعا سهل قوي 1s1، فعدد الفالنس الكترون هنا 1، هنا الفالنس الكترون 7. 7 ايه سوري 5. 5 من الفالنس الكترون. طيب يلا تعالى بقى طريقه لويس. ادي الفوسفورس وادي هيدروجينه والثانيه والثالثه. الهيدروجين عنده واحده سنجل بس، اما الفوسفورس من المنظر كده عنده كام؟ عنده 5. ادي بوند وادي بوند وادي بوند، ومتبقي لي لون بير فوق لو انت مش واخد بالك. يبقى كده رسمته 3 من البريفرال يبقى اكس 3، وواحد لون بير يبقى هي واحده. يبقى الابريفيشن اي اكس 3 اي، فتبقى الانسر سي. ما تنساش ان احنا بنشرح سؤال سؤال واحنا بنحل، عشان كده طبيعي ان احنا نطول في الاول، لكن بعد كده لما احس ان انا علمتك التكنيكات كلها بتاعت الحل هبتدي ان انا اسرع، عشان خلاص الموضوع بقى تحصيل حاصل. يعني السؤال اللي احنا هنقول ان احنا شرحنا فكرته هنسرع فيش نبقى تحصيل حاصل. بيقول لك الابريفيشن which represent الستيريو structure of المولكيول AX2E2. طيب what is the number of each of bone pair and lone pair
اوف الالكترون ان ذيس مولكيول. انا مديك ابريفيشن اهو يا باشا، هات لي عدد البوند بير واللون بير. طب يا دكتور محمود انت اديتنا معلومه ان الاكس الرقم اللي مكتوب قصادها بيعبر عن البوند بير، وانه الاي الرقم اللي مكتوب قصادها بيعبر عن اللون بير. الاكس قدامها 2 والاي قدامها 2، يبقى 2 بوند بير و2 لون بير. يلا اللي بعده بسم الله. اللي بعده بيقول ايه؟ اللي بعده بيقول H2S molecule represented by abbreviation عامل ازاي؟ دي احنا مش حافظينها، محتاجين نرسمها. طالما عايز تجيب abbreviation اكتب عندك كده، يبقى لازما ترسم لويس. طب احنا من الحصه اللي قبل اللي فاتت اتعلمنا بنرسم لويس ازاي. اكتب كده، عشان ترسم لويس لازما اول حاجه اتوميك نمبر، وبعد ما تجيب الاتوميك نمبر بنعمل تاني حاجه اللي هي تجيب الفالنس الكترون، ثم بعد كده تقدر ان انت ترسم. وفي الرسم عندك طريقتين، عندك الطريقه التقليديه اللي هي الطريقه السهله اللي بتنجز اللي احنا بنشتغل بيها، وفي طريقه اصعب شويه. الطريقه الاصعب شويه اللي انت بتجيب الاي والبي والسي والدي والاي. المركبات الصعبه بالذات اللي عليها تشارج وكده هنرسمها بالطريقه الصعبه. لكن الاتش 2 اس من الحاجات السهله، انت هتلاقي حتى بالاكسبيرينس في الحل هتلاقي ان الاتش 2 اس من الحاجات السهله. يلا واحده واحده نجيب الاتوميك نمبر. ادي السلفر يا عم. السلفر ده الاتوميك نمبر بتاعه 16 لان انا حافظه، وقلنا المعلومه دي خلاص. الهيدروجين 1 السلفر هوزعه بالنيون 10 ثم 3 اس 2 ثم 3 بي حوالي 4. الهيدروجين هيبقى 1 اس 1. كلام محترم. السلفر من المنظر كده حدد ان عدد الفالنس 6، الهيدروجين 1. حلو، انا عندي سلفرايه واحده واثنين هيدروجين، يبقى السلفر هو السنترال اتوم لان الاقل عددا هو السنترال اتوم. الهيدروجين عنده واحد لون بير اهو، واحد سوري الكترون اهو. السلفر عنده 6، فبحطهم في كام اتجاه؟ في 6 اتجاه، في 4 اتجاهات، 1 2 3 4 5 6 كده 6. طيب السنجل قصاد السنجل يعمل بوند، سنجل قصاد سنجل نعمل بوند. كده انا رسمت طريقه لويس بالطريقه السهله خالص اللي ما فيهاش خطوات كتير. من المنظر كده هلاقي ان انا عندي رابطتين يعني 2 بوند بير، فاقول A x2. الاي كده كده ثابته بقى، هكتب ايه على طول. لكن الفكره ان انا هكتب x2 عشان عندي 2 بوند بير وعندي 2 لون بير. طبعا احنا يعني مش لدرجه ان انا مش عارف احدد مين اللون من البوند، يعني عدينا المرحله دي يعني. طيب اللون بير عندي منهم 2 فاكتب E2، تبقى الاجابه AX2 E2 AX2 E2. فين انهي اجابه اللي بتقول كده؟ اهي الانسر دي. تعالى بقى، سوري انا اصلا مش في السؤال ده. تعالى فين السؤال بتاعنا؟ السؤال بتاعنا اللي هو كان ال H2S اللي هي هتبقى الانسر دي برضو، ما رحناش بعيد يعني. خلينا نمسح بس كده يا باشا. الانسر بتاعتنا هي دي. طب يلا بينا نكمل. ايه الستيريو ستراكشر اوف البي اي اف 2 ريبريزنتد باي ايه؟ البي اي اف 2 ده كان مباشر عندنا في الجدول، لو رجعتوا هتلاقي ان هو اي اكس 2. او ارسموا يا عم البي اي ده، هتلاقي ان عدد الفالنس الكترون بتاعه 2 والفلوراين 7. خلاص، فيبقى رسمته عامله كده: الكترون سنجل مع سنجل والكترون سنجل مع سنجل، ويبقى الشكل بتاعنا هو اي اكس 2. مفيش اي لون بير خالص عندنا هنا. السؤال اللي بعده. خلاص ده عرفنا ان هو ايه اي اكس 2. بسم الله. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا انوين ان او 2 نيجاتيف از ريبريزنتد باي. اهو ده بقى من الحاجات الصعبه. طالما ان انت عندك اتوميك جروب يعني حاجه عليها تشارج، ده من الرسومات الصعبه بلويس. كده كده انت محتاج ترسم لويس عشان تعرف تجيب ابريفيشن، بس ده صعب شويه. فانا هحتاج ان انا يا دكتور محمود اجيب الاي، اجيب البي، اجيب السي، اجيب الدي، واجيب الاي. الاي يا دكتور محمود اهو ادي الان او 2 نيجاتيف 1. الاي هو ان انا بجمع الفالنس الكترون كلها يعني اللي في اخر مستوى. البي بجمع الماكسيمم كاباسيتي او الساتوريشن بتاع اخر مستوى. السي بجيب الاي والبي وماينصهم من بعض. الدي بجيب السي وديفايد اوفر 2. الاي بجيب مش الاي والبي بقى المره دي، لا الاي والسي ماينص بعض اوفر 2. خلاص يبقى هي دي القواعد بتاعتنا. تعال نجربها ونفهم واحده واحده. الاي انا عندي هنا نيتروجين، النيتروجين اخر مستوى ليه او الفالنس شيل بتاعته كان كام الكترون؟ 5. المفروض ان احنا حفظناها او وزعه، هو النيتروجين 7 يعني. طب تعالى لي في الاكسجين. الاكسجين الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 8. فلما توزعه هتلاقي ان الفالنس الكترون بتاعته 6. طب انا عندي 2 اكسجين يبقى 2 في 6. الفكره اللي انا مش عايزك تنساها ابدا حوار التشارج ده. امسح ده كده. طالما مكتوب عندك نيجاتيف 1 يبقى لازم تزود واحد. النيجاتيف 1 معناه ان انا واخد الكترون زياده فزود واحد. لو بوزيتيف 1 يبقى انا فاقد الكترون، نقص واحد.
يلا تعالى شوف التوتال بتاعهم كام هنا. 2 ملتبلاي 6 ب 12 و5 يبقوا 17 و1 يبقوا 18 الكترون. البي بص، اي اتوم بتتشبع في اخر مستوى ب 8. يعني انا عندي نيتروجين ادي واحد اتوم اهي، واثنين اكسجين يبقوا 3 اتوم توتال اهو. يبقى 3 ملتبلاي 8 لان كل اتوم تتشبع ب 8. هيطلع ان دي 24 كام الكترون. طيب دخلنا على السي. السي بتتجاب ازاي؟ السي بتتجاب الاي ماينس البي او البي ماينس الاي يعني. فال 24 ماينس ال 18 يطلعوا بحوالي 6 الكترون. طب عايز اجيب الدي. الدي هقول 6 اوفر 2 تطلع ب 3. الاي A ماينس سي، A ماينس سي 18 ماينس ال 6 ب 12 اوفر 2 تطلع ب 6. ايه يا دكتور محمود بقى الاربع حاجات دول؟ انا فهمت الايه، يعني بشوف كل اتوم من دول في توزيعها فالنس الكترون كام. البي بشوف كل اي اتوم عندي بشوف عدد الاتوم واعمله ملتبلاي 8 من الاخر، ما عدا لو هيدروجين لا بيتشبع ب 2 مش ب 8. الهيدروجين الاكسبشن عندنا. السي A ماينس بي او بي ماينس A، الدي سي اوفر 2، الاي A ماينس سي على الاثنين. فهي سهله. الفكره انا هستفاد بالكلام ده ازاي؟ لان الدي الرقم بتاع الدي ده عدد البونز اللي انت هترسمها بطريقه لويس، والاي ده هو عدد اللون بير اللي انا هحطها. فلو سمحت انا كده محتاج امسح عشان ارسم الكلام اللي مكتوب قدامي دلوقتي. انا مش محتاج كل ده، مش محتاجه كل ده، مش محتاجه. انا اللي انا محتاجه خلاص وصلت له. الدي والاي تعمل حتى كده في الامتحان. يلا بقى ادي الان وهايه وهايه 3 بوند، فاحط كده 2 وهنا واحده. طب يلا بينا بعدين 6 لون بير. انا محتاج ان انا اكمل يبقى كله حوالي 8. الاكسجينه دي عندها 2 بوند يبقى حواليها كده 4 الكترونات، كده 6 كده 8. الاكسجينه دي عندها بوند يبقى عندها 2 كده 4 كده 6 كده 8. انا كده حطيت حوالي 5 ازواج، فاضل لي زوج احطه هنا لان النيتروجينه دي كمان يبقى حواليها كام يا صديقي العزيز؟ 8. كده اصبح كله 8. انا خلصت؟ لا، طالما في تشارج الحاله دي الوحيده اللي بعمل براكت واحط فوق التشارج. كده انا خلصت. الشكل ده الابريفيشن بتاعه يبقى ايه بقى؟ تعال نفكر. ال NO2 ده انا عندي السنترال اتوم مرموز لها بايه؟ كام بريفرال اتوم؟ 2. كام لون بير؟ 1 على السنترال. يبقى دي الصيغه بتاعتي AX2E. هي طولت شويه بس عشان دي يعتبر انا بفكرك بطريقه الرسم اللي هي الايه اللي بخطوات كتيره. كده عرفنا AX2، سوري AX2E اهي. دخلنا اللي بعده الستيريو ستراكشر بتاع البي اي اف 2. سهله. البي اي اف 2 محتاج اجيب الاول الايه؟ الابريفيشن AX2. والاي اكس 2 لما جبت الابريفيشن الاي اكس 2 يبقى لينير. انا عندي 2 بوند فهيمسكوا ازاي؟ ما لهمش طريقه غير افضل طريقه خالص ان هم يبقوا لينير كده. دي اكتر طريقه بتقلل الريبلشن ايه. وطالما ما فيش اي يبقى طبعا الابريفيشن الارينجمنت هو الشيب. تعالى في رقم 5 الانوين ان او 2 ريبريزنتد باي ايه. مش احنا مش حلينا السؤال ده؟ احنا تقريبا حلينا 5 اللي هي اي اكس 2 اي اكس 2 اي. اوكي. الاتش 2 اس ده احنا اوريدي كنا حليناها اصلا دي، انا بس اخترت اجابه غلط. وسؤال رقم 4 ما كناش حليناها دي، انا حليناها دلوقتي. اتش اوف ذا فولوينج ريبريزنتد باي الاي اكس 3 اكسبت. طيب واحده واحده. البي اتش 3 احنا رسمناها فوق وكانت اي اكس 3 اي خلاص، فهي باين انها الاكسبشن لان ده كان اول سؤال احنا حليناه اصلا. ال ان او 3 هنرسمها بنفس الطريقه بتاعت النايترايت اللي رسمناها فوق خلاص، اللي هو هنحسب كل حاجه بالخطوات الاي والبي والسي والدي والاي بنفس الطريقه اللي انا عملتها، وهتطلع في الاخر معاك اي اكس 3. البي اف 3 دي اصلا مذكوره في كتاب المدرسه وعارفينها انها اي اكس 3. الاس او 3، الاس او 3 هترسمها برضو بنفس القواعد خلاص، هتطلع رسمتها عامله كده اهي، تطلع رسمتها عامله كده. فهتطلع برضو اي اكس 3. المهم ان انت لما تجرب دي واحنا اوريدي راسمينها هتطلع معاك غلط. الاستيريو ستراكشر بتاع البي اف 3. البي اف 3 بطريقه لويس كان مرسوم كده صح؟ البي كان عندها فالنس الكترون 3 والاف عندها 7 من الفالنس الكترون، فزي ما انا عاملهم كده بالظبط. انا ببص على السنترال اتوم برمز لها بالرمز ايه. عندها 3 بوندد بير يبقى 3 اي اكس 3. هل عندها لون بير؟ لا، وده مذكور واوريدي حليناه في الحصه الاساسيه. الاي اكس 3 3 من البوند بير يبقى الارينجمنت بتاعهم بلانر تراينجل، ويبقى الشيب بتاعهم برضه بلانر تراينجل. يبقى الانسر ايه؟ جرب هات 3 اقلمه وشوف اكتر وضع بيريحهم ايه ويخلي الريبلشن قليل ايه اهو، البلانر تراينجل. طب الارينجمنت يختلف عن الشيب طالما ما فيش اي يبقى هو. ستيريو ستراكشر بتاع السي اتش 4 ده سؤال مباشر من الحصه. عارفين ان السي اتش 4 تتراهيدرون.
ستيريوستراكشر اوف الايثاين اند البريليوم فلورايد مولكيول ريسبكتيفلي. طب واحده واحده. عندنا الاول الايثاين. حد فاكر الايثاين من الحصه اللي فاتت على طول بتاعه الهايبريدايزيشن؟ الايثاين كان عباره عن C2H2، كان عباره عن كربونه ماسكه بتريبل بوند الكربونه دي، وهنا اتشايه وهنا اتشايه، ده كان الايثاين. خلاص، حاول ترسمه حتى، يعني احفظ بس الفورمولا وبعد كده حاول ترسمه. هتلاقي ان هو كان عباره عن سيهتين وهنا اتشايه وهنا اتشايه. طيب كويس. الشكل ده دكتور محمود ازاي هقدر ان انا احدد الشيب بتاعه؟ والله يا ابني سهل، هات بس الابريفيشن للكربونه دي، مالكش دعوه، انت اشتغل على واحده بس ركز فيها. الكربونه دي عندها كام ريجن؟ ادي دي ريجن ودي كده كلها ريجن، التريبل بوند كلها على بعض ريجن واحده. نفس الكلام اللي عملناه في الاس او 2، يبقى لقيت دبل بوند او لقيت تريبل بوند. يا عم لو اخترعوا واكتشفوا ان في بوند رباعيه وان مفيش، برضه هي ريجن واحده، كل ده بريجن واحده. انا كده عندي اتنين ريجن. خلاص، والاثنين ريجن دول بوندد ولا في لون؟ مفيش لون على الكربونه دي، مفيش لون، الكربون عمره ما يشيل لون بير. تبقى الفورمولا بتاعتي AX2. طب ال AX2 بتاعتي دي يبقى الشكل بتاعها، الارينجمنت بتاعها بيبقى لينير، وكمان الشيب بتاعها بيبقى لينير. خلاص، هو هنا بيتكلم على الستيريو ستراكشر، فخلاص ابقى انا لينير. خلاص، يا رب تكون مفهومه. طب بالنسبه للبريليوم فلورايد، البريليوم ده البي اي والفلورايد اف. البريليوم فالنس بتاعته الثنائيه والفلوراين احاديه، هنبدلهم فتبقى بي اي اف 2. والبي اي اف 2 كلنا خلاص عرفنا ان هو لينير، فتبقى الانسر دي اللي هو لينير ولينير، لينير ولينير. تعالى نمسح. يلا السؤال اللي بعد. which of the following molecule takes the 3 base pyramid shape in the space؟ احنا عارفين اللي كان 3 base pyramid اللي هو كان ال NH3، كان الابريفيشن بتاعه كده AX3E، وقلنا ده شكل 3 بيز ايه بيراميد. ايه هو الارينجمنت اوف الالكترون بير ان الاس او 3 مولكيول تيكس ايه؟ انهي شكل الاس او 3؟ الاس او 3 انا لسه كنت راسمها لك، ولو انت عايز ترسمها هترسمها بايه؟ بطريقه الاي بي سي دي اي. هتلاقي ان الشكل بتاعها في الاخر عامل كده بطريقه لويس. من طريقه لويس دي بتعرف تحدد الشيب ازاي؟ باستخدام الاختصار. يبقى انا لو انا عندي كومباوند مديهولي بالشكل ده وعايزني منه اعرف الشيب، بعمل ايه؟ اول حاجه بمسك الكومباوند ده وارسمه بطريقه لويس، وبعد ما ارسمه بطريقه لويس اجيب الابريفيشن، من الابريفيشن بعرف الشيب بتاعي والارينجمنت. خلاص، انا رسمته لك على طول بطريقه لويس جاهز اهو. يلا وريني شطارتك بقى وجيب الابريفيشن. الابريفيشن انزل بالاي ودي ثابته في كله، وانزل بالاكس وانزل بالاي. الاكس هو البوندد بير، كل ده كده بير، وده ريجن ودي ريجن، ثلاثه. هل عندي لون بير هنا؟ لا، يبقى زيرو، اشطبه. يبقى الابريفيشن بتاع اي اكس 3. الاي اكس 3 ده الشيب بتاعه ايه؟ تخيل، 3 بوندد بير. هيتوزعوا ازاي الارينجمنت؟ قلت لك في الارينجمنت اي 3 بلانر تراينجل، اي 3 بلانر تراينجل. طب الشيب طالما ما فيش لون بير يبقى الشيب هو الارينجمنت. خلاص، فيبقى بلانر تراينجل. ماشي يا دكتور، خلصنا السؤال ده. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي بعده بيقول compound contain only 3 bond pair and no lone pair. ايه ده؟ طب انا لسه راسمينه اهو، ايه اكس 3 ومفيش اي، يبقى الشيب ويبقى الارينجمنت بتاعه الاثنين بلانر تراينجل. ماشي. الكترون بير ان ال NH3 مولكيول ارينج ان شيب ايه؟ بيتكلم هنا على الالكترون بير الارينجمنت بتاعهم. طب هو ال NH3 كان لما بيترسم ازاي؟ يترسم كده AX3E، وعنده 4 توتال بير، فالاربعه بيتوزعوا، اي 4 يتوزعوا تتراهيدرال، اي 4 يتوزعوا تتراهيدرال. طيب السؤال اللي بعده. وات از الستراكشر؟ خلينا نمسح. اوف الهايبريد اوربيتال ان كربون اتوم ان ويتش اوف ذا ايثين اند الايثاين. شفت ابن اللذينه ده كده بيدمج لك ما بين الحصه اللي فاتت والحصه دي، فركز معايا. اولا الايثين، هل فاكر رسمه الايثين؟ ايثين كان فيه دبل بوند، الايثين كان فيه دبل بوند. الايثاين اين بالواي كان فيه تريبل بوند، يبقى الاين دبل بوند والاين تريبل بوند. الايثين كان عباره عن كربونتين ما بينهم دبل بوند، وكل واحده ماسكه في 2 هيدروجين. عارف انا حافظها ازاي يا دكتور محمود؟ ان اي كربونه لازم تتحوط ب4 بوند، صح؟ صح. الكربونتين دي هنا في دبل بوند، يبقى فاضل لي كام هيدروجين؟ 2 اهو. هنا عندها دبل بوند، يبقى فاضل لي كام؟ انا ده بس عامل شرط عليها. يبقى في كام هيدروجين؟ 2 بالمنظر ده. طيب يا دكتور خلينا نمسح كده. ماشي ماشي، ما تجيب الاستيك على طول يا عم، بسم الله. اهو، كمل بقى. الايثاين ده تريبل بوند او كربونتين وفيها تريبل بوند. طب الكربون دي فاضل لها بوند يبقى ماسكه مع هيدروجينه، الكربون دي فاضل لها بوند يبقى ماسكه مع هيدروجينه. ايه يا دكتور محمود اللي فاضل لك؟ تعالى اما اقول لك بقى. هو عايز يعرف كل كربونه من دول. خلينا نجيب الهايلايتر.
ماشي، كل كربونه من دول ايه نوع او ايه الشيب بتاعها، صح؟ مش هو عايز الشيب ستيريو ستراكشر الشيب. طب بسم الله الرحمن الرحيم، قلت لك عشان تجيب الشيب محتاج اعمل اختصار. تعالى نعمل الكربونه دي اختصار. هقول ايه؟ اكس. هي عندها كام ريجن؟ طب بص، وادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه، يبقى ايه اكس 3. مفيش كربونه عندها لون بير، وانت اصلا في الرسمه كده هل في لون بير؟ لا، مفيش كربونه اصلا عندها لون بير. طب تعالى هناك، ادي ايه؟ ادي ريجن وادي الثانيه، يبقى ايه اكس 2. ايه اكس 2. طب الاي اكس 3 الارينجمنت بتاعه بلانر، ومفيش اي يبقى برضو الشيب بلانر تراينجل. طب هنا اي اكس 2 اتنين زوجين، خلاص، فيبقى الارينجمنت بتاعهم لينير خطي، ويبقى الشيب برضو لينير لان مفيش اي. فكده يبقى الاجابه الاولانيه بلانر تراينجل والثانيه لينير. بلانر تراينجل والثانيه لينير، اللي هي الانسر دي عندنا. تمام يا دكتور. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. What is number of region of electron density around central atom in the molecule اللي هو AX2 E2. عايز الالكترون، طبعا دي مباشره، عايز يعني التوتال بير 4. What is the cell structure of the compound AB2 central atom متحوطه بثلاثه region of electron density. عارف السؤال ده خطير. 3 region of electron density يعني عنده 3 بير. عنده 3 بير. طب هو هنا راسم لي ايه؟ AB2 يعني الاي ده هو اتوم ماسكه في 2 من البي. الله، يعني كده هو عنده 2 بوند بير. طب هو بيقول لي انه عنده 3 بير. طب فين البير الثالث؟ البير الثالث ده هتلاقيه ان هو اكيد لون، بس هو مش كاتبه لي ومش موضحه لي، عمره ما هيوضحه. يبقى انا كده عندي واحد لون بير واثنين بوند بير. فتبقى الصيغه بتاعته عامله ازاي؟ اي اكس 2 ايهايه، اي اكس 2 جنبها اي، اي اكس 2 جنبها اي، سواء اي 1 او اي 2، هيبقى الشكل بتاعك انجلر، اللي هي الانسر ايه. السؤال اللي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي بعده بيقول لك arrangement of electron pairs is similar in these ions except. السؤال ده مهم. H3O، عايز اعرف الارينجمنت بتاع الالكترون بير عامل ازاي. طب هو ال H3O ده من حصه الكوردينيت بوند ومن درس الكوردينيت بوند كان مرسوم ازاي؟ كان عامل كده يا دكتور محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسح بقى يا اخي، انت بترجع خطوه خطوه اهو. ادي اكسجينه ماسكه في هيدروجين وهيدروجين، وعندي هنا لون بير وهنا لون بير. دي الميه. اللي حصل ان واحد من اللون بير ده عمل كوردينيت بوند كده مع الهيدروجين، صح؟ فده كده شكل الهيدرونيوم ايون. تمام. عايزين نعرف الارينجمنت بتاعه. طب تعالى نعمل الصيغه. ادي ايه ماسكه في كام اتوم؟ دول 3. عندها كام لون بير؟ ايه. ايه ده يا دكتور محمود؟ تصدق الهيدرونيوم ايون الصيغه بتاعته مختلفه عن الميه؟ طبعا. الهيدرونيوم ده قصه والميه دي قصه. ده عباره عن او ماسكه في 3 هيدروجين، 2 ماسكين بكوفيلنت وواحده كوردينيت، وواحد لون بير متبقي لي لان واحد تاني انا عملت بيه البوند. فيبقى الصيغه بتاعتك اي اكس 3 اي. اي اكس 3 اي ده يبقى انا عندي 4 بير، 3 بوند وواحد ايه لون. طيب ده هيخلي طبعا الارينجمنت بتاعي تتراهيدرون، قلناه ماشي. تعالى نجرب اللي بعدها. اللي بعدها هي الامونيوم هيدرونيوم NH4. برضو عرفنا ان اصلا طبيعي ال NH3 عامله كده. ال NH4 ما هي بس الى ان النيتروجين باستخدام اللون بير اللي كان موجود فيه عمل الكوردينيت بوند بالشكل ده، فبقى المنظر عندي عامل كده. طيب ده يترسم ازاي؟ AX4 لان انا عندي 4 اتوم يعني 4 بوند بير. طب فين اللون بير بتاع النشادر؟ ما هو راح بقى عمل بيه بوند، فانا كده ما بقاش عندي. كده التوتال بتاعك كام؟ 4. يبقى برضو نفس الشكل. العدد التوتال بير 4، يبقى الارينجمنت نفس الحاجه تتراهيدرون. الاس او 3 نيجاتيف 2 والان او 3 نيجاتيف 1، ادي جت لنا فرصه نرسمهم. واكد لك تاني على فكره الرسمه دي اللي هي الاي والبي والسي والدي والاي لو حد لسه واقع منه. الاس او 3 ترسم ازاي؟ السلفر الفالنس شيل بتاعته فيه كام؟ 6 الكترون. الاكسجين كل واحده فيها 6 الكترون، هما 3. حلو. وفي عندي نيجاتيف 2 لازم ازودها عليهم، فيبقى التوتال كام؟ تعال نشوف. 3 ملتبلاي 6 ب 18. 18 و6 يبقى 24 و2 يبقوا 26. اللي بعدها الساتوريشن. السلفر بيتشبع ب 8 والاكسجين يتشبع ب 8، فكده عندي 4 8 4 ملتبلاي 8 يبقى 32 الكترون. طب يلا الاي بي سي الماينس ما بينهم كام؟ دول الماينس ما بينهم 6. عايز اجيب عدد البوند اللي هو دي، يبقى اوفر 2 3 بوند. طب عايز اجيب اخر حاجه الاي بقى اللي هو عدد اللون بير. هات الاي والسي ماينسهم من بعض. 26 ماينس 6 يطلع 20 اوفر 2 يطلع 10 من اللون بير. يبقى انا كده عندي 3 بوند و10 لون بير، 3 بوند و10 لون بير. نعملها ازاي دي؟ تعال نرسمها يا دكتور محمود. هنسنتر السنترال اتوم بتاعتنا. فين السنترال اتوم؟ اهي اس. البريفرال 3 من الاو.
عندي 3 بوند، ادي واحده الثانيه الثالثه. عندي 6 لون سوري كانوا 10 لون بير. طب يلا نجرب. 1 2 3 كده تشبع الاكسجينه دي. 4 5 6 بقت حواليها 8. 6 7 8 9 بقى حواليها كام؟ 8. فاضل لي لون بير احطه هنا عشان يبقى حواليها 8. كده انا رسمه صح. تعالى بقى نحدد الابريفيشن بتاعنا هنا اهو. طبعا انا عارف ان حد هيقول لي يا دكتور محمود لازم تحط النيجاتيف 2. صح. يعني انا بتكلم بس على الابريفيشن. هقول ايه اكس 3. هل في عندك اي؟ اهي. فيبقى التوتال برضه 4. انا من غير ما ارسم الاخيره خلاص، اول 3 ليهم نفس عدد الازواج، يبقى ليهم نفس الارينجمنت بالظبط. يبقى اكيد اللي هيختلف عنهم المين؟ ابن الذين الاخير اللي هو اسمه ال او 3 في حته الايه الابريفيشن بتاعته. طيب تعالى نكمل ونخش على السؤال اللي بعده اللي بيقول لك نيتريت ايون is similar in النيترايت ايون in ايه. طيب النيترايت ايون احنا رسمناه اوريدي قبل كده، رسمناه كده. كان عامل كده وكانت مطلعين 6 لون بير افتكر في السؤال، فكان عامل كده 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 5. يبقى انا فاضل لي السادس كان كده. ده كان الشكل بتاعها. فكانت الصيغه بتاعته A x2 E A x2 E وكان الشكل بتاعه انجولار اهو بالمنظر ده. طب النيتريت بقى اللي هو NO3 عليها نيجاتيف 1 ما رسمناهوش. تعال نرسمه. هنرسمه ازاي؟ النيتروجين اول حاجه الايه. النيتروجين الفالنس شيل بتاعه فيه 5 سوري مش 7. الفالنس شيل بتاع النيتروجين فيه 5. الاكسجين فيه 6 يبقى 3 ملتبلاي 6. طيب 3 ملتبلاي 6 ب 18. 18 و5 يبقوا 23. بس سوري انا نسيت حاجه، نسيت ازود الواحد اللي فوق ده. فيبقى مش 23 بقى 24. ودايما هتلاقي الارقام معاك ايفن، يعني لو لقيت ارقام اود معاك اعرف ان انت عامل غلط. طيب يبقى ده اكتر ماشي. البي الساتوريشن. النيتروجين يتشبع ب 8 وعندك 3 اكسجين يتشبعوا ب 8 يبقى 4 ملتبلاي 8 تبقى 32. الديفرنس ما بينهم يبقى هتبقى شبه الاس او 3 على فكره بالظبط. الاس او 3 نيجاتيف 2 كانت شبهها بالظبط. تعال نجرب كده. الديفرنس ما بين المعلمين دول يطلع بحوالي 8. فيطلع ان عدد البوند 4. لا في اختلاف شويه، عدد البوند هو ايه 4. اللون بير هقول لك ال 32 ال 24 ماينس ال 8 ب 16 اهو. 24 ماينس ال 8 ب 16 اوفر 2 يطلع عندي 8 لون بير. فيبقى انا كده عندي 8 لون بير وعندي 4 من البوند. تعالى بقى نرسمها. افتكر الرقمين دول معايا الله يبارك لك عشان ايه انا نساي ونقعد نعمل الحاجات دي من تاني. 8 4 8 4 8 4 ماشي. احنا اوريدي خلاص عرفنا الصيغه بتاعت ده مش محتاجينه في حاجه. يلا بقى 8 4. ادي ان ادي اوهايه الثانيه الثالثه. قلنا 4 بون ادي واحده الثانيه الثالثه. هم 4 يبقى 8 كده 4 بالظبط 4 بون. طب يلا اللون بير بقى عندنا 8. بسم الله. ادي 1 2 3 تمام كده. 4 5 6 تمام كده. 7 8 كده 8 بالتمام والكمام. 8 لون بير وعلى فكره كده متظبطه قوي. هتبص على النيتروجينه دي. عندها الفورمولا بتاعتها ايه؟ اكس 3 ما عندهاش اي لون بير خالص وعندها 3 مناطق. طيب امسح ده. وتعالى يا دكتوره دلعني كده وقول لي بقى هل في اختلافات ما بينهم ولا لا؟ طبعا يا ابني في اختلافات. طبعا في اختلافات. مش هو كده دلوقتي عدد البيرز كده التوتال كام؟ 3 وهنا عدد البيرز 3. بس طبعا هنا في لون وهنا الثلاثه بوند. هنا هتلاقي ان هل الاثنين مشتبهين في الستيريو ستراكشر؟ بص طالما بصيغه مختلفه الشبه يختلف. هل عن الانجل زي ما هم؟ لا لان ده عنده لون بير فالانجل هتبقى اقل طبعا. هل الارينجمنت ولا عدد البونز؟ الارينجمنت ولا عدد البونز؟ لا الارينجمنت يبقى هو. ليه الارينجمنت بتاع النيتريت والنيترات يبقى هو؟ لان هنا عندي 3 توتال بير وهنا برضو عندي 3 من التوتال بير. 3 و3 ما ياخدوش غير الشكل ده بس بلانر ترانجل. لكن الشيب يختلف ليه؟ اللي ما عندوش الشيب هو نفس الارينجمنت. اللي عنده هيختلف لان انت هتشيل لون بير وهيبقى لك الشكل الانجلر. يا رب تكون مفهومه. تعالى كده ان احنا نمسح ده. لكن عدد البونز هل هم متشابهين فيها؟ لا. واحد عنده 3 بوند والتاني عنده 4 من البوند. تمام يا دكتور. تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك الستيريو ستراكشر والارينجمنت بتاع الالكترون بير متشابه في انهي مولكيول؟ يعني مين اللي الصيغه بتاعته ما فيهاش لان اللي ما فيهوش الاثنين بيبقوا شبه بعض. الاس او 3 احنا رسمناها قبل كده وكانت اكس 3 فما فيهاش خلاص يبقى دي الاجابه. الاس او 2 من الحصه الاساسيه كنا راسمينها كده اكس 2 عندها
ال H2S رسمناها فوق قبل كده فتبقى AX2E2. ال NF3 بص بقى عايز اعلمك حاجه حلوه قوي هتفيدك قوي بجد والله هتدعي لي. انا هنا ال NF3 مش عايز ارسمها واخد فيها مجهود ووقت وكده، فانا اقول لك حاجه. هل كنت تعرف ان ال NF3 هتطلع هي زي ال NH3 بالظبط؟ ازاي يا دكتوره؟ هقول لك. بس المهم ان انت عارف ان ال NH3 كانت كده AX3E صح؟ صح. طب ازاي يا دكتور محمود عرفت ان ال NF3 هي ال NH3؟ هقول لك. مش ال N دي هي ال N دي نزلت زي ما هي الفرق بس ان انا بدل ال H نزلتها F، ولا هيحصل اي تغيير ولا هيحصل اي تاثير. اذا انت عرفت ان مش هيحصل تغيير ولا هيحصل اي تاثير. هقول لان ال H وال F ليهم نفس الفالنسي 1. لان ال H وال F ليهم نفس الفالنسي 1. تعال اديك اكزامبل تاني. BeF2 وBeCl2. الاكزامبل ده اتذكر في كتاب المدرسه وعرفنا ان الصيغه بتاعته AX2. على فكره الBeCl2 من غير ما ارسمه انا عرفت ان هو AX2 برضه. ازاي يا دكتور محمود؟ اصل انا نسيت اقول لك ان الاف والسي ال ليهم نفس الفالنسي. طالما ليهم نفس الفالنسي، طالما انت لعبت في الكومباوند انت عارف واحد وحافظه، جيت يغير لك حط حاجه بدل حاجه بس نفس الفالنسي، مفيش تغيير. عارف امتى يكون في تغيير؟ اديك اكزامبل ابن لذينه قوي. اللي هو ايه؟ اختلفوا في الاختصار بتاعهم. لان انا لما بدلت ما بدلتش كويس، ما بدلتش ايه بما يرضي الله. تعال بص مثلا اقول لك H2O خلاص، ومثلا H2S، واكزامبل تاني ال H2O و الاس او 2. او سوري مش ده، لا خليك بسم الله الرحمن الرحيم الاتش 2 اس والاس او 2. شوف معايا هنا الاختلافات هنا. بجد الحته دي بجد هتميزك قوي قوي قوي، هتخليك سريع جدا في الحل، فبجد لو فهمتها هتفرق معاك قوي. بص انا عندي هنا اتش وعندي هنا اتش حلو، عندي هنا او وعندي هنا اس حلو. مين اللي اتغير؟ الاو اتشالت فبقت اس حلو. ليهم نفس الفالنسي ولا لا؟ الاثنين موجودين في الجروب 2A. لا لا لا، الاثنين موجودين في الجروب 2A، فالاثنين الفالنس بتاعتهم بنيجاتيف 2. خلاص يبقى هي ال H2O اتذكرت في كتاب المدرسه انها AX2E2. من غير ما ارسم ال H2S انا عارف انها AX2E2 برضه. سلام، حلو والله. طب تعالى لي هنا H2S و SO2. هي ولا مش هي؟ هتبص هتلاقي ان هنا S وهنا S. اللي اتغير ان ال H شلتها وحطيت O بنفس العدد 2H 2O. هي نفس العدد. بس في مشكله بقى. في مشكله. ايه المشكله؟ ان الاتش كان الفالنس بتاعتها 1، الاول فالنس بتاعتها 2. لا مش هي مش هي. حتى هتلاقي ان الاس او 2 كانت في كتاب المدرسه AX2 اي. طب في الاتش 2 اس لا، هتلاقيها مختلفه والله. هتلاقي AX2E2. الحته دي ادفانسد، ولكن اللي هيفهمها هتخلي الموضوع معاه سريع جدا 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 في الحل. وانا هستخدمها في الاسئله الجايه كمان عشان اكد لك عليها. ارينجمنت الالكترون بير في السنترال اتوم سيميلار تو ستيريو ستراكشر امتى؟ لما السنترال اتوم ما فيهاش لون بير، ما فيهاش اي، ما فيش اي. طب يلا if the central atom compound molecule حامله لون بير so the stereo structure can be ايه؟ لو انا عندي لون بير، لو انا عندي لون بير، لو انا عندي لون بير. طب واحده واحده. لو عندي لون بير ما عنديش احتمالات كتير على فكره. اما مثلا ان يكون الشكل بتاعي AX2E ممكن، AX3E ممكن، AX2E2 اللي هي نفس اللي فوق بالظبط نفس الشكل. مفيش احتمالات غير كده. مفيش مثلا اوبشن AX4E، مفيش الكلام ده. مفيش حاجه اسمها AXE برضه، مفيش الكلام ده، ما خدناهوش ده. فهو مفيش اوبشنات ان انا يكون ليا لون بير غير الثلاثه دول، والاثنين دول اصلا نفس الشكل اللي هو انجولار. طب وده 3 بيز بيراميد. فانا ادور على حاجه من دول. هو عايز الشيب اللي يكون فيه لون بير، اكيد حاجه من دول اهو الانجلر اهو. ولو في 3 بيز كان ساعتها ينفع اختاره برضه. لكن البلانر عمره ما يكون لون ابدا موجوده، والتتراهيدرون عمره ما يكون فيه لون، واللينير عمره ما يكون فيه لون ابدا. طيب يا دكتور يلا نكمل. The graph show the number of the pair of lone number of lone pair in 3 compound. Which of the following identify this compounds؟ سؤال لذيذ. انا بقول لك ان انا محدد لك عدد اللون بير من الجراف. الاكس ده عنده زيرو من اللون بير. خلي بالك ان عدد اللون بير هنا اكس عنده زيرو لون بير. خلاص اكس عنده زيرو. واي عنده واحد لون بير اهو، واي عنده واحد. زد عنده 2 لون بير اهو، زد عنده 2 لون بير. هل اكس ده ممكن يكون الميثان سي اتش 4؟ ممكن. الميثان كان عنده زيرو لون بير في الاكزامبل بتاع المدرسه اللي احنا شرحناه. هل واي ده يكون اتش 2 او؟ لا،
ال H2O كان عندها 2 لون بير، فلا ما ينفعش. طب هل الاكس ميثان؟ قلنا اه. هل الواي بي اتش 3؟ البي اتش 3 على وزن الان اتش 3، لان انا لما اشيل الان واحط بي هي نفس الفالنس عادي. شفت اللي انا شرحتها لك فوق؟ فالان اتش 3 كان عندها واحد لون بير، فدي كمان اكيد عندها واحد ايه لون بير. او ارسم، مش عاجباك طريقه ان انا اوزن الحاجه وهتلخبط، إيه ارسم البي اتش 3 واحنا رسمناه فوق اوريدي. كان عنده واحد لون بير، الاتش 2 او عندها 2 لون بير، فهي دي تبقى الايه الانسر بتاعتي. طيب يا دكتور كلام محترم. يلا اللي بعده بسم الله. اللي بعده بيقول ستيريو ستراكشر الاو اف 2 از ايه. طب انا محتاج اجيب يا دكتور محمود الصيغه. طب يا دكتور محمود عشان اجيب الصيغه محتاج ان انا اتعلم ازاي ايه، ازاي ارسم. ادي اوهاي، ادي اف، ادي اف. دي من الحاجات السهله اللي ممكن تترسم من غير القوانين واي بي سي دي والجو ده. تمام، لان هي مش اتوميك جروب مثلا، مش حاجه زي اللي فيها سلفر زي الاس او 3، فهي سهله. جرب ترسمها بالطريقه التقليديه. هترسمها بالطريقه العاديه تطلع معاك ازاي؟ تعال نشوف. الاو عندها 6 فالنس، ادي 1 2 3 4 5 6. الاف عندها 6 فالنس، ادي 1 2 3 4 5 6 7، عندها 7 سوري. الاف عندها 7، فهي بنفس الطريقه اهي. اكيد هعمل بوند ما بين السنجل والسنجل، كده انا رسمت الكومباوند. يلا نحضر الصيغه من السنترال اتوم. السنترال اتوم فيها 2 بوندد بير وفيها 2 لون بير. طيب انا كده خلصت على فكره. الشكل ده اكس 2 يا ابني جنبها اي، اكس 2 يا ابني جنبها اي، يبقى الشكل بتاعك انجولار. كلام محترم. يلا بينا على اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال بتاعنا بيقول ايه؟ السؤال بتاعنا بيقول what is the stereo structure of the molecule CHCl3. على فكره انا ممكن ان انا برضو اعملها لك بطريقه الوزن، اللي هي دي على وزن السي اتش 4. ايه ده انت عرفت هنا يا دكتور محمود؟ مش دي سي ودي سي؟ اه. مش دي 4 اتش؟ ايوه. 4 اتش ايوه. طب ما دي اتش و3 سي ال. طب ما دي اتش و3 سي ال. تقول لي يا دكتور محمود ايه العلاقه؟ يعني دي 4 اتش ودي اتش و3 سي ال. اقول لك يا ابني مش دول كده 4 اتوم ودول 4 اتوم؟ ايوه. الاربعه اتوم دول كلهم مونوفيلنت. وعلى فكره الاربعه اتوم دول كلهم مونوفيلنت والله. الاتش مونوفيلنت والكلوراين مونوفيلنت. فدي على وزن دي. اقول لك على حاجه ممكن اعلمها لك كده برضه، سي اتش 2 سي ال 2. 4 اتوم ولا مش 4؟ 4 اتوم كلهم مونوفيلنت، فيبقوا كده كلهم حاجه واحده، اللي هي الصيغه بتاعتهم ايه؟ اي اكس 4. فيبقى الارينجمنت والشيب بلانر سوري تتراهيدرون. طب يا دكتور محمود لا 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 انا مش عاجباني الطريقه بتاعتك دي. انا عارف انها بتختصر وقت بس انا هتلخبط. انا عايز الاسهل شويه بالنسبه لي. هي دي هتيجي معاك بالتدريب، انا عايز دلوقتي اللي على مستوايا شويه. طيب هترسم ادي سي اتش سي ال سي ال سي ال. السي ال بقى خلاص انت حافظ بقى اللوز بتاعها عامل ازاي اهو. والسي ال انت خلاص حفظت اللوز بتاعها عامل ازاي، هي والفلوراين. او يا عم ارسم موزع سهله. عندك الهيدروجين سوري، والهيدروجين دي عندها لون بير. تمام، وطبعا احنا كلنا عارفين ان الكربون عنده 4 لون بير، فهتلاقي ان انت عندك الاربعه بوند عاملهم بالطريقه دي، وتبقى الفورمولا بتاعتنا AX4، فيبقى تترا ايه؟ تترا هيدرون. تمام، كلام محترم قوي. كده احنا خلصنا هذه الجزئيه. تعالى في اللي بعدها اللي بتقول which of the following pairs of molecule is similar in the stereo structure. تمام، انا عايز الاثنين اللي يكونوا شبه بعض في الاستيريو ستراكشر. عندي H2O و Cl2O. لو انت بقى يعني ممكن من غير ما نرسم نحلها بالطريقه اللي قلت لك عليها اللي هتسهل الدنيا قوي. H2O Cl2O. طيب الاثنين دول O و O ماشي. الاختلاف ما بينهم هنا 2 H و 2 Cl. طب معلش يعني هو مش من ال H وال Cl نفس الفالنسي؟ ايوه. ال H1 وال Cl1 على فكره الاثنين دول ليهم نفس الابريفيشن. ال H2O احنا عارفينها من الحصه الاساسيه AX2 E2. السي ال 2 او برضه هتكون اي اكس 2 اي 2. اه والله تخيل. يعني مجرد بس يعني ما كملتش حل السؤال بس انا عرفت خلاص ان هما لا، في اختلاف ما بينهم كبير. تمام، يا رب تكون مفهومه بالنسبه لك هذه الجزئيه. which of the following two molecule are similar in stereo structure. تعال نيجي نجربها بالطريقه اللي قلت لك عليها. تعال NH3 و BF3 يعني بعاد عن بعض قوي. تعال عايزين نجرب حاجه ويكونوا قريبين من بعض. BeCl2 H2O CCl4 و CH4 دول قريبين على فكره من بعض. سي وسي 4 سي ال 4 اتش. الاتش والسي ال الاثنين مونوفيلنت، يبقى هم دول اكيد ليهم نفس الابريفيشن اللي هو اي اكس 4 وليهم نفس الاجابه. طيب تعالى نجرب حاجه تانية بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي بعده سؤال SO2 شبه ال H2O in A. ال SO2 من الحصه الاساسيه كانت AX2E2 وال H2O كانت AX2E2.
بس في تعديل، حاجه غلطت فيها، هي AX2E، ده الاس او 2. فالاتنين كان الستيريو ستراكشر بتاعهم انجولار، لو فاكر، حتى انا قلت ان اي اكس 2 جنبها اي على طول تبقى انجولار. فالاتنين متشابهين في الستيريو ستراكشر. الاس او 3 شبه الاس او 2 في ايه؟ طب تعالى نرسم. الاس او 2 كانت معموله كده، كانت AX2E، بينما الاس او 3 كانت رسمتها كده، فهي كانت عباره عن AX3. شبه بعض في الاستيريو ستراكشر، طالما الابريفيشن مختلف يبقى الاستيريو ستراكشر مختلف على طول. الارينجمنت الالكترون بير، بص هو توتال البير 3، توتال البير 3، طالما توتال البير 3 يبقى الارينجمنت واحد اللي هو بلانر تراينجل. طيب تعالى في اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بعدها بتقول لك if total number of both of atom linked to central atom and lone pair of electron is 4. خلاص التوتال 4 ستيريو ستراكشر يبقى مايت بي ايه؟ لا، هو طالما التوتال 4 فانا عندي كذا احتمالات. ممكن ابقى X3E، ممكن ابقى X2E2. هل في احتمال تاني يعني ان انا ابقى XE4؟ لا. X2E2 X3E ملهاش احتمال تاني، عشان اكون 4 هما الاحتمالين دول اللي عندي. سوري بقى، ممكن X4 بقى يعني من غير اي خالص X4. فدول هما الثلاث احتمالات بتوعنا لما يكون عندي توتال البيرز 4. الاكس 3 اي ده اللي هو شكله 3 بيز بيراميد، الاكس 2 اي 2 ده اللي كان الشكل الانجولار، الاكس 4 ده كان الشكل التتراهيدرون. فانا عايز الاجابه اللي فيها الثلاث حاجات دول اللي هي تقريبا سي يعني. طيب الحمد لله. تعالى نكمل ونشوف اللي بعدها ايه. What is the stereo structure and number of free electron in central atom of molecule؟ انا عايز ستيريو ستراكشر، عايز عدد اللون بير الفري الكترون، يعني عدد اللون بير. تمام تمام. found by combination of الاتوم of two element x 32 و y 17. تتحل ازاي دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاكس 32 والواي 17. الواي 17 دي على فكره اللي هو الكلوراين 17 يعني، فانت هتوزعه هتلاقي ان هو اخره 3 اس 2 3 بي 5. فهو عنده 7 من الفالنس الكترون وعنده فالنسي واحده اللي هو مونو فالنت يعني. طب بالنسبه للاكس 32 هتوزعه ازاي؟ هقول برضو ارجون 18 ثم 4 اس 3 دي 4 بي 4 اس 2 3 دي 10. كده انا حطيت 30 الكترون، فاضل لي 2 4 بي 2. فيبقى ان هو عنده 4 من الفالنس الكترون، والفالنس بتاعته برضو تقريبا باربعه. كده انا عندي اهو صح كده راسمها صح؟ بالظبط كده انا عندي الاكس وعندي الواي. الاكس الفالنس باربعه والواي الفالنس بواحد. هنبدل الفالنس فتبقى اكس واي 4. اكس واي 4 حلو. لما اجي ارسمه هرسمه كده، ادي الاكس ادي الواي ادي الواي ادي الواي. الواي احنا قلنا انها عندها 7 اهو، ادي السبعه زي الكلوراين بالظبط، اكنك بتتعامل مع كلوراين. هنا الواي 7 اكنك بتتعامل مع كلوراين، الواي 7 اكنك بتتعامل مع كلوراين. الاكس عنده 4 فالنسي الكترون، يبقى اكنك كربون بالظبط اهو. هتعمل بوند الثانيه الثالثه الرابعه، بقى عندك 4 بوند. المهم بقى ان هو بيكلمك عن هذا الكومباوند، فبيقول لك عنه ايه؟ ان هو عنده لون بير قد ايه يا دكتور محمود؟ ما فيش لون بير خالص عنده. طب دي اول معلومه. طب الشكل بتاعه ايه اللي هو ستيريو ستراكشر او الارينجمنت يا دكتور محمود؟ ده شكله AX4. AX4 فيبقى تتراهيدرون. خلاص فهو تتراهيدرون وزيرو. هي دي الاجابه الصحيحه بفضل الله تعالى. السؤال اللي بعده بيقول لك عايز نوع الهايبريدايزيشن ان سنترال اتوم اوف مولكيول. طيب هو حصل يعني ايه، الفيديو كان واقف وانا شغال، فانا شرحت من الفيديو 31 لحد 35، هنعيدهم تاني مش مشكله يا عم. فداك قال ان الله الواحد يعني متعب اليوم من اوله كده وباين صعب. السؤال رقم 31 نرجع منه تاني. بيقول لك هنا ايه هو نوع الهايبريدايزيشن؟ اوكي، ايه هو نوع الهايبريدايزيشن في السنترال اتوم ريبريزنتد باي هذا الابريفيشن؟ طب انا عشان اجيب نوع الهايبريدايزيشن ده احنا قلناه ازاي؟ قلنا يا دكتور محمود نوع الهايبريدايزيشن كان بيتجمع الحصه اللي فاتت كده. ايه هو النمبر اوف ريجن اوف الكترون دينستي؟ والحصه اللي فاتت كنا مدين قانون ليه، اللي هو كان بيقول عدد السيجما بلس عدد اللون بير، بنجمعهم على بعض. لو طلع 4 يبقى النوع اس بي 3، لو طلع 3 يبقى النوع اس بي 2، لو طلع 2 يبقى النوع اس بي. انا المره دي بجيب عدد الريجن اوف الكترون دينستي بطريقه مختلفه. ايه الطريقه المختلفه دي يا دكتوره؟ بص، ان انا عدد الريجن اوف الكترون دينستي اللي هو عدد البير، يعني عدد اللون بير وعدد البوندد بير كريجن يعني. يعني بتتجاب من الاخر من عدد الاكس زائد عدد الاي.
انا عندي هنا عدد الاكس والاي 3، فيبقى النوع بتاعي ايه؟ اس بي. كذلك في اللي بعدها بيقول لك انا عندي نوع هايبريديزيشن اس بي 3، فالستيريو ستراكشر عامل ازاي؟ اس بي 3 انا عندي 4 ريجن، 4 ريجن دول عندي كذا احتمال للايه؟ للستيريو ستراكشر لازم تبقى عارفهم، الاكس 4 والاكس 3 اي والاكس 2 اي 2، دول الاربع احتمالات ان يكون عندي اربعه. ده اللي هو شكله تتراهيدرال، وده الشيب بتاعه 3 بيز بيراميد، وده الشيب بتاعه انجلر. لكن عمري ما يكون الشكل بتاعي ابدا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عمري ما يكون الشكل بتاعي، خلينا نختار بلانر تراينجل ابدا. طب انا عملت اس بي 3، يبقى الارينجمنت اس بي 3، يبقى التوتال بتاعي كام؟ 4. 4 4 يبقى عندي 4 بير، فيبقى الارينجمنت بتاعهم تتراهيدرون. فهو نمبر اوف الكترون دينستي هو عدد البيرز الاجمالي، يعني توتال بير. النت دايبول مومنت ايكوال 0 ان ذا مولكيول اوف ايه؟ النت دايبول مومنت بتبقى 0 في شكلين عندي، في شكلين عندي مستحيل ان يبقى ليهم ايه؟ نت دايبول مومنت. اولا البلانر تراينجل، ثانيا اللينير، واللينير عندي هنا هو البي اي اف 2. انا عايز هنا المولكيول في سؤال 35 الانجل بتاعته تبقى اعلى انجل ممكنه. طيب هو اعلى انجل ممكنه، يبقى انا هختار اقل توتال بيرز، اقل توتال نمبر اوف بيرز. السي او 2 والبي اف 3 وسي سي ال 4 وان اف 3. تعال نشوف التوتال بير بتاع كل واحد فيهم. السي او 2 رسمته عامله كده، رسمتها لك في الحصه اهو. فده بنرسمه كده اي اكس 2، عدد البير فيه كام؟ 2، فيبقى الانجل فيه 180 درجه، يبقى الشكل بتاعه لينير، خط كده. اكيد طبعا ده اكبر زاويه ممكنه، بس تعال نجرب. البي اف 3 يترسم كده من الحصه الاساسيه اي اكس 3، صح؟ فبالتالي يبقى الشكل بتاعه عامل ازاي كده، وتبقى الانجل حوالي 120. السي سي ال 4 اي اكس 4، يبقى التوتال بتاعه 4، ده التوتال 3، ده كان التوتال 2. الان اف 3 هو اي اكس 3 اي، فيبقى التوتال بتاعه 4. ايه اقل عدد؟ اللي هو السي او 2، بالتالي هو اعلى زاويه، اقل عدد هو اعلى زاويه. رتبهم لي يا عم من حيث الانجل. طب تعالى نشوف. نجرب من عند مين؟ من عند السي سي ال سي او 2. السي او 2 احنا لسه قايلين انها اي اكس 2، يبقى عندها 2، 2 بير. البي اف 3 هي اي اكس 3، السي سي ال 4 هي اي اكس 4، الان اف 3 هي اي اكس 3 اي، يعني برضو التوتال 4. هنا التوتال 4، هنا التوتال 3، هنا التوتال 2. طيب يلا بقى نرتبهم. مين اللي عنده اعلى بير اقل زاويه؟ اللي عنده اقل بير اعلى زاويه. فبالتالي المفروض يبقى اعلى واحد هو السي او 2. اوكي. طب انا عندي 3 يا دكتور محمود عندهم 4. خلاص يبقى فوز على الفاكتور الثاني. ايه الفاكتور الثاني؟ اللي هو عدد اللون بير، اللي عنده اعلى لون بير اقل زاويه، اعلى لون بير اقل زاويه. خلاص. فطبعا من المنظر ده كده المفروض هيكون السي او 2. اوكي. السي او 2 عندها 4 بير، خلاص يبقى دي سوري عندها 2 بير فقط، بالتالي هي اعلى زاويه. تيجي بعدها البي اف 3. البي اف 3 عندها كام بير؟ عندها 3 اكس 3، اكس 3، فبالتالي الزاويه اقل شويه. السي سي ال 4 والان اف 3 الاثنين عندهم 4 بير، بس الان اف 3 عندها لون، فتخلي الزاويه بتاعتها اقل كمان، فهتبقى الانسر بتاعتنا بي. ايه اللي بيidentify الستيريو ستراكشر and the polarity of ال BeF2 molecule؟ اوكي. ايه اللي بيidentiفy الستيريو ستراكشر and the polarity of ال BeF2 molecule؟ ادي ال BeF2 يترسم كده. انا عايز اعرف الستيريو ستراكشر والبولاريتي. طيب الستيريو ستراكشر بتاعه هو لينير طبعا، لان هو AX2. طيب بينما البولاريتي بتاعته، بص هو طالما الشكل لينير فاعرف على طول ان هو نون بولر. اوكي. فهي تبقى الانسر سي. او حتى لو كان بلانر تريانجل برضو اعرف ان هو نون بولر، حتى لو عمل اللي حتى لو بولر بوند، يعني الكترونيجاتيفيتي كافيه برضو مش هيبقى بولر. All the following express the molecule represented by the abbreviation AX2E except that A. All the following express molecule represented by abbreviation AX2 except A. طيب ال AX2 دي الالكترون بير arranged as planar triangle. والله انا عندي 3 بير اهم، فالتلاتة بير يعملوا لنا بلانر. هل يحتوي على 3 اتوم؟ اللي هي الاي دي سنترال اتوم، واكس 2 2 بريفرال، يبقى 3 سنترال او 3 اتوم سوري. الستيريو ستراكشر يبقى انجلر، قلت لك اي اكس 2 جنبها اي انجلر. هل في 3 لون بير؟ غلط، هو ايهايه واحده يبقى واحد لون بير. طب which of the following is a non-polar؟ بص يا عم، انا عايز واحد يبقى نون بولر، فانا غالبا هدور على ايه؟ على الشكل البلانر واللينير، ده كده يبقى نون بولر وش على طول.
البي اف 3 كان شكلها ايه؟ بلانر تريانجل، فاكيد دي نون بولر. الاس او 3 على فكره برضو كانت بلانر تريانجل، بص اهي، هي اي اكس 3 فهي بلانر تريانجل. البي سي ال 3 لا، دي مش بلانر تريانجل. البي سي ال 3 زي الان اتش 3، شكلها 3 بيس بيراميد. الاي ال سي ال 3 دي بلانر تريانجل، وبالتالي هي نون ايه؟ نون بولر. طيب which of the following abbreviation represent a non-polar molecule؟ الستيريو ستراكشر بتاعه هو تتراهيدرون. اوكي، الستيريو ستراكشر هو تتراهيدرون، ومع ذلك هو نون بولر. بص هي بسيطه خالص، الستيريو ستراكشر الشيب يبقى تتراهيدرون ما تمشيش ابدا غير لو انا عندي اي اكس 4. هو ده الوحيد اللي الستيريو ستراكشر اي اكس 4 تبقى تتراهيدرون، فهي ما فيش غيرها تنفع، يعني ما فيش اي جدل خالص في الموضوع. وطبعا احنا عارفين اي اكس 4 زي سي اتش 4 وهي نون بولر، المثال نون بولر. طب which of the following arrangement من حيث الانجل؟ طيب اللي عندوش اي اكبر انجل، فطبعا اهو اللي عنده ايهايه انجل اقل شويه، اللي عنده اتنين ده انجل اقل خالص خالص خالص. كوردينيت بوند هنحاول نبطأ شويه الريزم بقى، لان احنا ايه لسه بنتعرف على الاسئله بتاعتها. كوردينيت بوند مكونه ما بين اتنين اتوم، واحده بتحتوي على بير اوف الكترون، او بتدي بير اوف الكترون سميناها الدونر اتوم، وواحده بتستلم هذا البير سميناهم الايه؟ الاكسبتور اتوم. طب الامونيا مولكيول هل هي بكومباين ويز البوزيتيف بروتون؟ كانت الامونيا NH3 تتحد مع البوزيتيف بروتون اتش بوزيتيف، كانت بتديني وقتها، بص، اي كوردينيت بوند غالبا بتديني اسمه ايه؟ اونيوم في الاخر، امونيوم، هيدرونيوم، فوسفونيوم، ارزينيوم، ودي الحاجات اللي احنا خدناها. فالمهم يعني ان الامونيا مع الهيدروجين ايون بتتحد بنوع اني بوند كوردينيت، صح؟ لازم الهيدروجين ايون كان عنده اوربيتال فاضي والتاني كان عندها لون بير. طيب لو دوبنا اتش سي ال جاز ان ووتر، البوند اللي هتتكون ما بين البوزيتيف هيدروجين ايون وما بين الووتر مولكيول نوعها طبعا كوردينيت. اسئله مباشره اهو من ال الحصه الاساسيه بتاعتنا، الحمد لله. السؤال اللي بعده بيقول لك each of the following compounds can form coordinate bond with البروتون except ايه تاني؟ each of the following compounds can form coordinate bond with البروتون except ايه؟ ماشي، انا عندي بروتون اتش بوزيتيف اهو، تمام تمام يا دكتوره. مين من دول يعمل كوردينيت بوند معاه؟ هل البي اتش 3؟ احنا خدنا ان البي اتش 3 والان اتش 3 والاي اس اتش 3 كانوا يعملوا. الاتش 2 او خدناها حتى كنا بنعمل امونيوم. الاتش سي ال ما خدناش انها تعمل. ليه؟ اصل الاتش سي ال فكر فيها كده، الاتش سي ال فكر فيها كده، ده تحتوي اصلا على اتش بوزيتيف وسي ال نيجاتيف. مين في دول خدنا ان الاتش البوزيتيف تعمل مع اتش بوزيتيف كوردينيت؟ ما خدناهاش دي. خدنا ان السي ال نيجاتيف تعمل مع الاتش البوزيتيف كوردينيت؟ ما خدناهاش دي. صباح الفل. طيب يا دكتور ايه تاني بعدين هناخده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك the following abbreviation represent molecules that can form coordinate bond except ايه؟ بص قلنا عشان اكون كوردينيت محتاج لون بير، فالصيغه اللي ما فيهاش لون بير لا ما ينفعش اختارها. which of the following molecule can form coordinate bond؟ بص طالما coordinate bond يا ابني يبقى انا افكر في اول حاجه ايه؟ ان انا يكون عندي لون بير. خلاص، فالمولكيول اللي ممكن يكون كوردينيت بوند لازم يكون فيه لون بير. ده ما فيهوش لون بير، ده ما فيهوش لون بير، وده ما فيهوش لون بير اهو، ده اللي لون بير. يبقى كوردينيت بوند افكر في فيسنت اوربيتال او لون بير. اني من التشويسز دي بيعبر عن البوندنج في الامونيوم NH4 بوزيتيف؟ يا دكتور محمود يكون عندي NH3 بالشكل ده، سهم منها رايح للهيدروجين يدل ان ال NH3 طلعت لون بير واديته للهيدروجين، كلام محترم قوي. بس في حاجه هنا بقى غريبه، بيقول لك ان اللي باللون الاحمر دي الكترونات نيتروجين، اللي باللون الاسود الكترونات هيدروجين. هنا واحد احمر واحد اسود، معنى كده ان الهيدروجين شارك؟ لا الهيدروجين ما بيشاركش. طب تعالى نجرب سي، الاثنين حمر، معنى كده ان النيتروجين هو اللي ادى الالكترونين، فطبعا دي الاجابه. بيقول لك هنا ال NH3 بF3، خلاص، بتربط ما بين الاثنين مولكيول دول بوند، يا ترى نوع البوند دي ايه؟ طب ال NH3 وده عارفين رسمته كده، بيكون عنده واحد لون بير، والبي اف 3 وده عارفين رسمته كده وما عندوش لون بير. البي 5 صح، يعني توزيعها 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 1 صح. ال 2 بي 1 دي ارسمهم ازاي؟ احط الكترون وفي اوربيتالين فاضيين. يعني انت عايز تقول ان البورون عنده اوربيتالين فاضيين؟ وعايز تقول ان النيتروجين عنده لون بير؟ ايوه. يا نهار اسوح، يعني ده انت جايب جمل لون بير واوربيتال فاضي، هديك الالكترونين تقعدهم عندك بس همسك معاك، وده اللي احنا سميناه كو اوردينيت بايه؟ بوند. هتبقى الانسر ايه؟
تمام الحمد لله. السؤال اللي بعده ايه يا دكتوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي بعده بيقول ووتر مولكيول بتختلف عن الهيدرونيوم ايون في ايه؟ ادي الووتر مولكيول اهي. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ادي الووتر مولكيول اهو، وادي الهيدرونيوم ايون ايه اهو. تمام. الووتر مولكيول هيترسم ازاي؟ يترسم كده اهو. طب الهيدرونيوم ايون يترسم ازاي؟ الهيدرونيوم ايون يترسم كده اهو. بدل ما ارسم لون بير بحط اللون بير ده ان انا اديته للهيدروجين وعملت كوردينيت، فده رسمة ده بالشكل ايه؟ بالشكل ده كده اهو. تمام. كلام محترم. احنا ممكن نحدد ده كده ونصغره شوية. ايوه اهو ده الكلام. بسم الله. حلو ده. يلا يا عم كمل بقى. ووتر مولكيول differs from الهيدرونيوم ايون ان ايه بقى؟ انه التايب اوف سنترال اتوم هايبريدايزيشن. هو الهايبريدايزيشن نوع بنعرفه منين؟ او نوع الهايبريدايزيشن القانون الجديد بتاع الحصه دي اللي هو التوتال نمبر اوف بير. تعال نشوف التوتال نمبر اوف بير في كل واحده. هنا انا عندي 3 بوند بير اهو، 3 اتوم وواحد لون يبقى توتال 4. هنا عندي 2 بوند بير اهو واثنين لون يبقى برضه توتال 4. طب ما هو انه توتال 4، الاربعه دي معناها ان انا اس بي 3. خلاص، فيبقى لا الاجابه دي غلط. انه هما مش مختلفين في كده، هما عندهم نفس النوع. عدد الريجن انا لسه جايب عدد ريجن 4 اهو، فبرضه تبقى غلط، مش مختلفين فيها. الانجل بتوين بونز مختلفين فيها. طب ليه يا دكتور محمود الانجل بتوين بونز مختلفين فيها؟ مختلفين فيها لان هنا عندي واحد لون وعندي هنا اتنين لون، واحنا عارفين اللون بير لو اختلف، يعني مثلا اللون بير زاد يبقى الانجل قلت. فطبعا دي برضه ايه غلط. الرينجمنت اوف الالكترون بير، والله الارينجمنت بتاع الالكترون بير لا متشابهين فيها، لان احنا قايلين اي اربع ازواج تتراهيدرال من غير ما افكر، فده الاربعه واربعه خلاص، فيبقى اكيد ايه نفس الشكل. each of the each of the following contain bonds coming from one atom. عارف يعني ايه كلمه bond coming from one atom؟ يعني coordinate bond قولا واحدا، ما لهاش غير كده. coordinate bond موجوده في الامونيوم، خدناه في الحصه. الهيدرونيوم سوري، في الامونيوم وخدناه في الحصه. الليكويد الومنيوم كلورايد اللي برضو خدناه في الحصه. لكن اي ال سي ال 3 ما خدناش ان في كوردينيت بوند في الاي ال سي 3 لوحده كده، لكن الاي ال 2 سي ال 6 ايوه خدنا لما اتنين كومباوند ايه بيقابلوا بعض. طيب which of the following represent both number of bonds and angle respectively when الامونيوم molecule bind to water proton. طيب الامونيوم molecule لما مسكت مع الووتر بروتون ادتني الهيدرونيوم ايون اهو. خلاص، هي الاول كانت عامله كده ان اتش 3 فتحولت من كده لكده. هل التحويله دي بتختلف في حاجه؟ طبعا. هنا كان عندي لون بير، هنا ما عنديش لون بير. طيب هنا اللون بير بتاعي اتحول لايه؟ لكوردينيت بوند. تمام. الصيغه بتاعت المعلم ده عامله ازاي؟ اي اكس 3 اي عادي جدا، اما الصيغه بتاعت المعلم ده اي اكس 4. فهل ايه اللي حصل بالنسبه لك مثلا في حاجه زي، هو كان اتكلمني على ايه سوري؟ عدد البونز. عدد البوند طبعا زاد، هنا كان 3 بوند هنا اصبح فيه 4 بوند، فعدد البوند زاد. طب بالنسبه للانجل زادت برضه، لان لو خدت بالك هتلاقي ان اللون بير قل. فطالما اللون بير قل ايه اللي بيحصل في الانجل؟ تزيد العلاقه عكسيه ما بين اللون بير وما بين الايه الانجل. فزياده زياده يا باشا تبقى بي. عايز برسنتج البولار كوفيلنت بوند تو ذا توتال بوند ان الهيدرونيوم ايون. طب هو الهيدرونيوم ايون ده كان عنده كام بولار بوند؟ كان عنده حوالي 3 من الكوفيلنت بوند، يعني 3 كوفيلنت. توتال البوند كان 4، 3 كوفيلنت وواحده كوردينيت، ف3 الى 4 البرسنتج بتاعتها تطلع 66.7. هات لي ريشيو الكوفيلنت تو كوردينيت بوند في الليكويد الومنيوم كلورايد. ارجع للرسمه بتاعت الحصه هتلاقي ان الليكويد الومنيوم كلورايد كان فيه 6 كوفيلنت بوند. حلو حلو. وكان فيه، بس هو عايز نسبه الكوفيلنت للكوردينيت، كان فيه 6 كوفيلنت بوند وكان فيه 2 كوردينيت، فتبقى الريشيو 3 ل1. عايز اي واحد من اللي جايين دول هيحصل تغير في الستيريو ستراكشر. تمام. وفي الووتر مولكيول افتر ات بايند تو اسيد بروتون. اوكي، ايه اللي بيحصل في الستيريو ستراكشر؟ طب تعال نشوف. ادي ال H2O وادي الهيدرونيوم اي. عشان احدد الستيريو ستراكشر محتاج احدد الايه الابريفيشن بتاعنا. H2O كان معروفه من الحصه الاساسيه، كان كده. لكن الهيدرونيوم بقى رسمناه فوق على فكره، كان اوهايه ماسكه في كام اتش؟ في 3 اتش، فيبقى عندي 3 من الايه الاكس، عندي 3 بوند. طيب والاوهيه بتاعتنا المفروض يبقى فيها 2 لون بير، بس انا بواحد عملت بوند فبقى لي واحد بس.
الشكل ده x2 e2 x2 e2 x2 e2 x2 جنبها e يبقى على طول انجولار. x3e يبقى x3 المفروض ان انا هكون هرم كويس، بس في حاجه مبططه من فوق، فيبقى الشكل بتاعه ايه يا باشا؟ الشكل بتاعه هيكون بسم الله الرحمن الرحيم 3 بيز، 3 بيز بيراميد. اوكي، هيبقى من انجولار الى 3 بيز ايه بيراميد. تمام يا دكتوره، كده اي ثينك انها لذيذه. تعالى بقى ليه واخد اسئله اللي هي الهاي اوردر. يا عم انت انا ناقص لما بنزل يا عم بالعافيه، طلعني تاني. ناقص ايه فورتيه؟ the angle between the bonds is the lowest in the molecule of ايه. انا عايز الانجل تكون اقل ما يمكن، يبقى اقل توتال بير، اقل توتال بير. اوكي، تعال نعمل الصيغه ال NF3 شبه ال NH3، فيبقى يا صديقي العزيز AX3E. ال CCl4 شبه ال CH4 فيبقى AX4. ال SO2 من الكتاب مكتوب ان هو AX2E2. سوري مش E2، لا هي واحده، انا اسف دي غلطه من عندنا. AX2E. ال H2S شبه ال H2O بالظبط، فيبقى AX2E2. خلاص، حلو الكلام قوي، حلو الكلام قوي 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 قوي. ال H2S هيبقى بالشكل ده. طيب انا دلوقتي عايز اقل زاويه يبقى اكتر اي واكتر توتال بير، كلهم عندهم نفس عدد التوتال بير 4. مين اكتر اي؟ ال H2S، فيبقى هي الانجل اللي هي ذا لوست او الاقل. ال A ب 3 هذا الكومباوند، A ماسكه فيه 3 من البي، يبقى انا عندي 3 من البوند ايه بير. وبيقول لي النوع الهايبريدايزيشن من النوع الاس بي 3. طب نوع الاس بي 3 معناه كده ان انا عندي 4 مناطق موجود فيها الكترونات، 4 ازواج. طب ازاي وانا عندي 3 هنا بس بوند؟ يبقى انا اكيد عندي واحد لون بير. عندي واحد لون بير ولا لا؟ عندي واحد لون بير. طيب ده كده الصيغه بتاعته هي ال AX3E. حلو. الشكل ده هيديني شكل عامل ازاي؟ يديني شكل هذا الهرم الجميل قوي اللي اسمه ال 3 بيز ايه بيراميد. طيب يا دكتور محمود، كلام محترم ايه قوي. السؤال اللي بعده بقى كان بيقول ايه؟ بيقول الاتي، بيقول لك which of the following conversation او conversion سوري include changing في الستيريو ستراكشر اوف المولكيول اند hybridization. يعني نوع الهايبريدايزيشن اتغير والستيريو ستراكشر كمان اتغير. طيب تعال نجرب ايه وهي هتبقى الانسر ايه، بس انا عايز اجربها لك. البي اف 3 يا اولاد عارفينها انها عامله كده ومفيش لون بير، صح؟ صح. فهي من النوع اي اكس 3. انا عندي هنا توتال البير كام؟ توتال البير 3. فيبقى نوع الهايبريدايزيشن بتاعي هو من النوع اس بي 2، والكلام ده احنا قلناه في الاسئله اللي فاتت. ويبقى الشكل بتاعك في الاستيريو ستراكشر بلانر تراينجل. هل هيتغير بقى لما ابقى بي اف 4 نيجاتيف 1؟ تعالى نرسمها. هنرسمها بالقواعد الاصليه بتاعتنا. نحدد الايه الاول. البي الفالنس شيل فيه 5، الاف عندنا 4، والفالنس شيل كل واحده فيه 7، وعندنا نيجاتيف تشارج هنحطها كبوزيتيف 1. 4 تايمز 7 ب 28، 28 و 6 هيبقى 32 ايه الكترون. طيب كلام محترم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى في البي. البي اللي هو الساتوريشن لكل واحد. البي الاليمنت البي الاول اللي هو البي هيبقى ساتوريتد بكام؟ ب 8. الفلوراين المفروض ساتوريتد ب 8 برضه، وفي منها كام؟ 4. هنا هيبقى 5 تايمز ال 8 ب 50. 50 ايه 40 الكترون سوري. طيب تعالى بقى في السي. السي اللي هي عدد الشيرد الكترون. اوكي، هنعرفها ازاي؟ الاي ماينس البي. بتبقى 40 ماينس ال 32 هتطلع ب 8 الكترون. حلو. الدي بنجيب السي اوفر 2، يعني 8 اوفر ال 2 4 بوند. اخر حاجه هي الاي عدد اللون بير. اجيب الاي ماينس السي او السي ماينس الاي مش هتفرق، اوفر 2. خلاص، فيبقى ال 32 ماينس ال 8. ال 32 ماينس ال 8 بقى راوند 24 بالظبط. اوفر ال 2 هيطلع 12. معنى كده ان انا عندي 12 لون بير وعندي 4 بوند. اوكي، احفظ معلش الكلام ده. 4 بوند و12 لون بير، فكرني بيه لما انساه. ماشي. ادي يا عم البي 4 بوند اهو، 4 اف، وعندي 12 لون بير. على فكره سهله ولذيذه. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده انا عملت لك ايه يا صديقي العزيز؟ كده أنا كل اللي انا عملته ان انا عملت 12 لون بير و4 بوند. اوكي، هتحوط السنترال اتوم اللي هي اللي اسمها البي دي، وهتلاقي انها ما عندهاش
لون بير خالص. تمام. لما اجي ارسمها ايه؟ اي اكس 4. طبعا واضح قوي ان انا عندي هنا 4، فالاربعه دي تخلي نوع الهايبريدايزيشن من النوع اس بي 3. هنا كان كام؟ كان اس بي 2، اصبح دلوقتي اس بي 3 لان عنده 4 ريجن. والشيب بتاعك مش هيكون زي هناك اللي هو بلانر، لا هنا هيكون تتراهيدرون. تتراهيدرون اوكي تتراهيدرون او تتراهيدرال. تعالى بقى في اخر سؤال عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، واللي بيقول in the showing graph all of the following about the molecules stereostructures and the hybridization are correct except. ماشي. الكومباوند انا عايز الحاجه الغلط. تمام. تعالى نجرب، يلا نجرب ايه الاول. الكومباوند اي بي 2 عنده 2 ريجن، ده نمبر اوف الكترون دينستي ريجن. اوكي تمام. فهذا الكومباوند عنده 2 ريجن اهو. طب هو ماسك في 2 اتوم وعنده 2 ريجن، اكيد الاثنين ريجن دول اللي هم الايه؟ البوندد بير بالشكل ده، فهو ما عندوش لون بير خالص من المنظر اللي قدامي ده. تمام. فالشكل بتاعه يبقى لينير طبعا، ده كده من النوع اي اكس 2. نوع الهايبريدايزيشن اس بي، مش هو عنده منطقتين؟ يبقى النوع اس بي صح. تعالى في دبليو زد 2 ده عنده 3 ريجن. طيب الدبليو زد 2 ده هو عنده 2 اتوم، ازاي عنده 3 ريجن؟ يبقى اكيد فوقيه لون بير عشان يبقوا 3 ريجن. يبقى عامل كده اهو، بس اهو كده كده كده. طب الشكل بتاعه، ما هو هيزق اللي تحت البير ده، اللون بير ده هيزق اللي تحت دول، فيخليهم بدل ما هم الشكل لينير يبقى الشكل انجولار. طب هو الشكل انجولار اهو. ايوه، ونوع الهايبريدايزيشن هيكون كام؟ هو 3 ريجن، فيبقى نوع الهايبريدايزيشن اس بي 2. كلام محترم. تعالى بقى في الثالثه، دي غالبا اللي هتكون غلط. الاكس واي 3 عنده 4 ريجن. هو اكس واي 3 4 ريجن، طب هو 3 بوندد اتوم، يبقى الريجن الرابعه دي عباره عن ايه؟ لون بير. فيبقى الشكل ده الشكل اللي هو الايه؟ الامونيا، شكل اللي هو ايه؟ 3 بيز بيراميد، مش بلانر تريانجل خالص. فهي طبعا الغلط. كده احنا خلصنا كل الاسئله الممكنه على محاضره الاسبوع ده، اللي هي محاضره الفيسيبر ومحاضره الكوردينيت بوند. معلش لو انا كنت مجهد في الاخر، بس انا كنت لازم ان انا اخلص المحاضره دي عشان تلحق تنزل. كده احنا خلصنا. المفروض محاضره النهارده دي نازله يوم، بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده ايه؟ يوم الاربعاء. خلاص هتنزل يوم الاربعاء متاخر شويه، ممكن على الساعه 6 او حاجه، على حسب بس ما الحق منتج. ممكن تنزل على وقت الفطار، بعد الفطار كده تتفرج على المحاضره. معاك يوم الاربعاء بقيته، ويوم الخميس ويوم الجمعه خلص الايه؟ المحاضره دي. تمام. يوم السبت هينزلك محاضره بسيطه وزغنطوطه خالص، بتتكلم عن الهيدروجين بوند وعن الميتاليك بوند، اللي هو اخر ليسون في المعاصر، الفيزيكال بوند يعني. خلاص كده احنا خلصنا الشابتر بتاعنا. ان شاء الله تعالى ينزل لك ريفيجن محترمه. قول لي رايك، هل تحب الاسبوع اللي هينزل فيه الريفيجن بتاعت الشابتر ما ننزلش فيه محاضره من المحاضرات الاساسيه بحيث تلحق تراجع وتتفرج على المحاضره، ولا لا انزل الاثنين وانت تحاول تخلصهم؟ شوف كده وقول لي رايك. انا شايف ان احنا مش متاخرين، الحمد لله احنا سابقين، ومع ذلك برضو شايف ان احنا ما ناخرش نفسنا برضو. فهنشوف وهنحدد ايه اللي هيتعمل. خلص بس كده المحاضره دي على خير، ولو وصلت للحظه دي فانت بطل. انت مخلص 3 محاضرات لهذا الفترة، فأنت بجد بطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.